سنة 2024 عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. داخلين طبعا على تنسيق المرحلة التانية ومجموعة بين 60 و90%، ومش عارف كتير عن الكليات. تعال اقولك في الفيديو ده ايه الكليات اللي ليها مستقبل لو جايب اقل مجموع في ثانوية عامة. بس ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو تضغط لايك وسبسكرايب وتعمل شير كتير للفيديو ده، وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك نوتيفيكيشن بكل الفيديوز اللي انا بعملها. يلا بينا نبدأ الفيديو. please keep watching. قبل ما ابدأ اتكلم معاكم عن الكليات حابة ان انا اقول لكم حاجة في الاول. عارفة ان كتير منكم اتظلموا، خاصة اللي هم جايبين من 90 او من 90.5 لحد مثلا 88 87 او في اواخر الثمانينات. عارفة انكم اتظلمتوا، عارفة ان انتوا فرحتوا بنتيجتكم في البداية وبعد كده اتكسر فرحتكم. وعلى فكرة انت مش لوحدك، في ناس كتير قوي محطوطة في موقفك ده. وانا مثلا مثال على اختي منكم، ان هي كانت برضو جايبة 90% وكانت فرحانة جدا بنتيجتها وكان نفسها تدخل صيدلة. تخيل ان هي ما لحقتش اصلا مرحلة اولى. فانا حاسة بكل طالب محطوط في الموقف ده. بس مش عايزاك ان انت تقول انا حظي وحش، التنسيق على وانا مش عارف هدخل ايه واحلامي اتحطمت. خليك عندك يقين ان ربنا اختار ليك الافضل ليك واختار ليك اللي انت هيناسبك، واللي هو وحده عالم انك تقدر تنجح فيه بمجهودك واجتهادك فيه، وان انت تشتغل على نفسك اكتر. واي كلية من الكليات اللي انا هقولها النهاردة هي كليات برضو قمة. انا ما بحبش جملة ان كليات الطب او كليات الهندسة هي دي بتبقى كليات القمة. مفيش حاجة اسمها كده. كلية القمة انت بتعملها بنفسك، انت اللي بتصنع لنفسك القمة بتاعتك. ناس كتير جدا بتدخل كلية طب وبتفشل فيها، وناس كتير جدا بتدخل كليات من مجموع قليل جدا 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 وبتلاقيها ناجحة فيها وبقت حاجة فيها. فده طبعا بيرجع لاجتهادهم، وان هما كان عندهم طموح، كانوا عايزين عندهم هدف عايزين يوصلوا له. فما تيأسش من نتيجتك في ثانوية عامة، هي مش مقياس لنجاحك ولا مقياس لأي حاجة. انت ربنا اختار لك المكان اللي هو عارف قدراتك هيخليك فيه تنجح وتحقق طموح وتحقق حاجة عالية قوي فيه. فما تزعلش من نتيجتك ولا تزعل من درجاتك ولا تيأس من الحياة لمجرد نتيجة في ثانوية عامة. حلمت حلم وما حققتوش، احلم غيره وابدأ ان انت ابحث عن حاجة تانية وطور نفسك فيها وانجح فيها، وهتلاقي ان ربنا ميسر لك حاجة. اللي ربنا ميسره لك هو ده اللي هو عارف انك نجاحك فيه هيبقى خير ليك. انما لو حاجة ربنا قفلها معاك، ده هو عارف ان هيجيلك منه شر وهيبقى باب وحش قوي ان انت تدخله. فاجتهد واعمل اللي عليك، ايا كان مجموعك في ثانويه عامه، ايا كان الكليه اللي تدخلها انجح فيها. بس انا عايزه انصحك نصيحه انك تختار الكليه الاقرب لحلمك. ده اول حاجه تفكر فيها. تاني حاجه ان هي تكون بتفكيرك وان انت فعلا عايز تدخلها علشان هتحقق فيها حاجه، مش مجرد كليه التنسيق جابها لك. فعلشان كده ان شاء الله هقول لكم افضل الكليات اللي فيها فعلا ليها مستقبل كويس قوي الفتره الجايه، كمحاولة مني ان انا افيدكم في الفترة دي، وان انت تختار كليتك. لان عارفة ان انت غالبا بتبقى متدمر نفسيا في الوقت ده، مش عارف تفكر صح. فانا بحاول اقرب لك المسافات شوية، بحاول ان انا اوضح لكم الصورة شوية. اول كلية هقولها لكم النهاردة وهي كلية الطب البيطري. احنا هنبدأ من المجموع الاعلى للمجموع الأقل، يعني مثلا من 90 لحد 70 وال60. هقول لكم كل الكليات المناسبة المتوفرة في التنسيق ده. نبدأ أول حاجة بطب بيطري. طب بيطري من الكليات العظيمة جدا، اللي هي بتكون أقرب كلية للكليات الطبية اللي انت مثلا كان نفسك فيها، زي بشري، أسنان، صيدلة وكل الحاجات دي. في طب بيطري انت بتدرس مواد كتير جدا من بشري أو حتى من صيدلة، سواء اناتومي، فيسيولوجي، بايوكيمستري، وحاجات كتير جدا بتدرسوها في بيطري، خاصة في اول سنتين او اول 3 سنين في بعض الجامعات. وبعد كده طبعا بيبدأ التخصصات. بس اللي عايزه اقوله لكم ان طب بيطري السنة اللي فاتت كان بياخد من 352.5، يعني غالبا 85.9%. اي رقم طبعا هقوله في الفيديو ده يعني هتزود عليه 2% تقريبا، لان التنسيق السنة دي عالي زي ما انتوا عارفين. المهم، ايه هي مجالات الشغل في بيطري؟ مجالات الشغل في بيطري ممكن ان انت تشتغل في صيدلية عادي جدا، سواء بيطري او حتى صيدلية بشري. ممكن ان انت تفتح عيادة بيطرية. ممكن ان انت تشتغل في مجال العقاقير او حتى تشتغل في شركات الادوية. ممكن كمان ان انت تفتح معمل تحاليل عادي جدا. ولو بقى حابب ان انت تبعد عن كل ده، فانت ممكن تشتغل في مجال التغذية، وده هيكون في المواني، في المطارات وكل الكلام ده. فبجد الكلية دي كلية عظيمة جدا، وبتطلع منها
بمجالات كتير جدا، هي مجالاتها مفتوحة كتير. اهم حاجة ان انت تجتهد في الكلية اللي انت هتخشها، ان انت تكون مجتهد فيها تحبها. انت ما دخلتش بشري، ما دخلتش اسنان، ما جاتلكش كل الكليات دي وكنت عايز حاجة مشابهة جدا ليهم، فانا بجد برشح لك بيطري. والكلية اللي بعد كده برضو اقولها لكم، تاني كلية معانا النهاردة وهي كلية حاسبات ومعلومات. كتير منكم بيتجه لكلية حاسبات ومعلومات على امل ان هو اول ما يتخرج مثلا هيبدأ ان هو يشتغل بقى في البرمجة ويشتغل في الحاسب والحاجات دي، وهيبقى بقى بالدولارات، وطبعا شغلها كتير ومفتوح. بس طبعا انا مش بقولك كل الكلام ده، وكل الكلام ده غلط. ليه بقى؟ لان اللي يدخل كلية حاسبات ومعلومات لازم ان هو يكون شغوف بيها، يكون حابب الكلية وعارف ان امكانياته تقدر توصله لحاجة كبيرة فيها، مش ان هو مختارها علشان هي كلية المستقبل وكلية اللي طالعه ترند وكليه اللي هي اي حد دلوقتي بيرشحها لك. كل الكلام ده غلط جدا جدا جدا، واكس كده عليه. لان اول حاجه تفكر فيها في كليه حاسبات ومعلومات، انت عايزها ولا لا، انت شغوف بيها ولا لا. يعني انت مثلا كنت علمي رياضه او كده وحابب مجال البرمجه، حابب ان انت تخش في حاجات ليها علاقه بالحاسب وكل الكلام ده، فانا طبعا هرشحها لك. انما مثلا ان انت تكون حابب مجال الطبي جدا، ما كنتش بتفكر اصلا في حاسبات ومعلومات، ما كنتش عايز حاسبات ومعلومات ولا بتفكر فيها، وان انت بس داخلها علشان كله بيرشحها دلوقتي انها افضل كليه والكليه اللي ليها مستقبل، فانا طبعا هقولك ما تعملش كده خالص وما تدخلهاش الا لو قعدت تفكر في الموضوع صح وبحثت عنه كتير وسمعت عنه فيديوهات اكتر، ولقيت ان انت فعلا هتبقى شغوف بالمجال ده وهتعمل فيه حاجه. لان انت على مدار السنين بتاعه الكليه ال4 سنين انت هتكون عايز تاخد كورسات كتير، هتكون عايز تطور نفسك كتير قوي في مجال البرمجه، علشان انت لما تتخرج تشتغل شغل كويس فعلا يجيب لك الفلوس والدولارات اللي انتوا عايزينها. وطبعا من اقسام كليه حاسبات ومعلومات هو الكمبيوتر ساينس والانفورميشن تكنولوجي والانفورميشن سيستم، وفي طبعا اقسام خاصه زي مثلا السوفت وير انجينيرنج والبايو انفورماتكس والسايبر سيكيورتي. بس طبعا زي ما احنا عارفين بتختلف من جامعه لجامعه من حيث الاقسام، لكن دول اشهر الحاجات او الحاجات اللي موجوده في اغلب الجامعات. وطبعا لقبك بعد ما تتخرج من الكليه بيكون مهندس برمجيات. تالت كلية معانا النهاردة وهي كلية علوم. كلية علوم اللي أول ما بتسمع اسمها كده في التنسيق بتقول دي كلية تحطيم الأحلام، ودي طبعا مش حقيقة خالص. كلية علوم كلية العظماء اللي اتخرج منها دكتور أحمد زويل، وده أبسط مثال. وحقيقي هي كلية عظيمة جدا جدا جدا، وفعلا اللي سماها كلية العظماء كان عنده حق، لأن هي فعلا كلية العظماء. طيب تنسيق كلية علوم كان إيه؟ تنسيق كلية علوم من علم علوم 327.5 يعني 79.8، ومن علم رياضة 298 يعني 70.9 برضه. أقسام بقى كلية علوم فهي أقسام لا تعد ولا تحصى. عندك مثلا طبيعية، عندك فيزياء، عندك كيمياء، عندك بايو سواء تكنولوجي أو بايو كيمستري، وعلوم الحاسب. ومش محتاجة أقولك إن أي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا فهي مهمة جدا، بس لو أنت شغوف بيها وأنت غاويها فعلا وعندك إمكانيات إن أنت تمشي وتطور نفسك فيها. طب إيه مجالات العمل في كلية علوم؟ أول حاجة انت ممكن تشتغل في الصيدليات عادي جدا، ممكن تعمل دبلومه وتفتح معمل تحاليل، ممكن ان انت تشتغل في شركات الادويه او العقاقير الطبيه، ممكن كمان ان انت تشتغل كميديكال ريب ومراكز تحليل الاورام، او كمان في شركات البترول. فبجد مجالاتها كتير جدا ومتوسعه جدا، وتقدر ان انت تدخل منها وتعمل نفسك فيها. بس اهم حاجه ودي موجوده في كل الكليات على فكره، ان انت يبقى عندك طموح ان انت تبقى حاجه في الكليه اللي هتدخلها. الكليه اللي معانا بعد كده وهي كليه اداب قسم جغرافيا. كلية آداب التنسيق بتاعها بيكون 246، ده كان السنة اللي فاتت يعني 60%. وده طبعا بيختلف، هيختلف السنة دي، وبيختلف طبعا على حسب برضو كل قسم بيبقى فيه تنسيق داخلي، بيبقى على حسب درجاتك. يعني مثلا قسم زي جغرافيا، وقسم زي جغرافيا ده كان بياخد مثلا مجموعك في ثانوي في الجيولوجيا لو انت علمي، وفي الجغرافيا لو انت أدبي. طيب حلو جدا. كلية آداب قسم جغرافيا انت بتتخرج منها مهندس مساحة. بتشتغل في ايه؟ بتشتغل مثلا في التسجيل العقاري، بتشتغل في المساحة، بتشتغل في شركات المقاولات والتعدين، او في الارصاد الجوية، او ان انت تعمل بقى دبلوم التربية وتبقى مدرس جغرافيا عادي جدا. بس يا رب ما يلغوش الجغرافيا هي كمان. وعلى فكرة الكلية كويسة جدا، وفي ناس بتكون حابة المجال ده قوي، وهي افضل تقريبا قسم في آداب مع علم نفس. وعلم نفس برضو ممكن مجالات الشغل بتاعته محدودة شوية، اكترها بتبقى تعتمد على الدبلومات اكتر، انك تعمل دبلومة وتشتغل مثلا دبلومة التربية وتشتغل كمدرس، او ان انت تعمل دبلومة وتشتغل معالج نفسي او حتى اخصائي نفسي. فهي فيها اقسام ومجالات
كويسة كتير. ندخل على الكلية اللي بعد كده وهي كلية تربية نوعية. كلية تربية نوعية فيها أقسام كتير جدا. لو انت مثلا عايز تطلع صحفي فانت عندك قسم صحافة، لو عايز كنت عايز تبقى تدخل في كلية إعلام فانت عندك قسم إعلام، لو عايز مثلا تدخل حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا ومجموعك مجابهاش فيها برضو قسم تكنولوجيا، وطبعا مش هوصيكم بقسم التكنولوجيا. فهي الحقيقة فيها أقسام كتير جدا وأقسام كويسة جدا تقدر ان انت تبقى منها حاجة كويسة. ندخل بعد كده على كلية تربية طفولة مبكرة. كلية تربية طفولة مبكرة السنة اللي فاتت كانت بتاخد 262.5، يعني 74%، وحقيقة هي من أفضل الكليات اللي موجودة في المجموع ده، وفيها مجالات وأقسام شغل كتير جدا. أول قسم فيها وهو قسم عام، وده بيخليك مدرس مثلا من ابتدائي، من الحضانة لحد ابتدائي عادي. في قسم حضانة تكون مدرس في الحضانة، بعد كده قسم انجلش وده بيكون انك تكون مدرس انجلش عادي. ندخل بقى على الاقسام الجامده شويه. اول قسم اللي هو قسم التربيه الخاصه، وده بيكون عباره عن شادو تيتشر، وده بيتعامل اكتر مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، خاصه في المدارس الانترناشونال او المدارس اللي بتكون ليها علاقه بذوي الاحتياجات الخاصه، وده بيكون تخصصه في حاجه واحده غالبا، زي مثلا حالات متلازمه داون، زي مثلا يكون متخصص في تعديل السلوك، او مثلا حالات التوحد او صعوبات التعلم. وغالبا المدارس دي بتكون صغيرة، يعني الفصل قصدي صغير، يعني مثلا في حوالي 5 اطفال في الفصل هو بيكونوا نفس المتلازمة او نفس التخصص، بيبدأ ان هو يكون شادو تيتشر ليهم. واخر قسم هو قسم التدخل المبكر، وده بيكون عبارة عن ان انت بتشتغل في المراكز بتكون برضو ليه علاقة بالتخصصات زي مثلا التوحد زي ال ADHD، وبرضو موجود تعديل سلوك وصعوبات تعلم، بس الفرق ان انت بتكون اخصائي وبتشتغل في مركز. فحقيقي كلية كويسة جدا وليها مستقبل كبير، واللي بيتخرج من الكليات دي بتكون مطلوبة جدا في الشغل، خاصة موضوع الشادو تيتشر زي ما قلت لكم، وبيكون مرتباته عالية جدا. بس طبعا اهم حاجة الاجتهاد في المجال اللي انت هتدخل فيه. اخر كلية معانا وهي كلية زراعة. السنة اللي فاتت كانت بتاخد 285، يعني 69.5، ومجالات العمل بتاعتها مفتوحة جدا جدا جدا. ممكن ان انت تشتغل في معامل التحاليل، ممكن ان انت تشتغل في اقسام لسه مفتوحة جديد زي الحقن المجهري، ممكن تشتغل في مجال الادوية، ممكن ان انت تعمل دبلومة وتشتغل في مجال التغذية العلاجية، ان انت مثلا تبقى دكتور مركز تغذية. ده غير طبعا ان انت ممكن تشتغل في مجال البحث العلمي. وبكده نكون نهينا افضل الكليات اللي ممكن تكون موجودة ليك ومتاحة ليك في المرحلة التانية. حقيقي انا حاولت اقول لكم او حاولت ان انا اساعدكم بافضل الكليات اللي ليها مستقبل واللي انت تقدر تشتغل وتبني نفسك فيها كويس قوي. وزي ما قلت لك مش عايزه ان انت تكون زعلان على نتيجتك، اختيار ربنا ليك هو الافضل. طبعا انت من حقك تزعل ومن حقك ان انت تكون حزين جدا، ومن حقك ان انت تكون مقهور على نتيجتك، بس مش عايزه ده ينسيك ان انت لازم تكون راضي بقضاء ربنا وعارف ان هو الانسب، الاختيار الانسب ليك والاختيار الافضل والخير ليك. ربنا يوفقكم يا رب، ويا رب اكون فدتكم في الفيديو ده كويس جدا. Thank you for watching.